شيخ، المرقون يقومون ببيع بعض السكنات وهي على التصاميم قبل أن تبنى، تسمى هذه المبايعة البيع على التصاميم. هل هذه المبايعة حلال؟ ماذا يبيع؟ بروموتير يبيع، يعني يقول لها بون سير بلون، البيع على التصاميم. يجي يصمم المبنى، يدير تصاميم، ويقول لك ها السكنه تاعك وين تجي، ويوصفها لك وها شحال فيها من متر وش فيها وش فيها. يدفع الرجل الثمن ومن بعد يبدا البناء. يدفع الثمن كله؟ كاين نسب، يدفع نسبه، قيل كاين نسب محدده تحددها الدوله. يبين لك المكان، يبين لك المكان محدد، باللي المكان في البلاصه الفلانيه، مثلا في الدخله تاع معسكر، مثلا مدام في معسكر، البلاصه محدد، ويقول لك باللي في ليطاج الاول ولا الزاوج، ويقول لك مقابله منه ولا من هي، يعطيك كاع التفاصيل، ويعطيك نسبه معينه تاع البدايه تحددها الدوله هذه النسبه. ومن بعد كل ما يتقدم البناء كل ما تزيد تدفع، يتقدم البناء تزيد تدفع، يتقدم البناء تزيد تدفع، وهكذا. شوف هذا أريد أن أعرج على ما يجري في هذه الهيئة الوطنية اللي تسمى بالحروف الأولى من كل كلمتها بعدل. ردها عدل، هي ما هي شيء يسمى الشيء باسمه. كلمة عدل يا غادي الآن هذه، يعني أريد أن أقول لك بأن بعض البيوع التي ظهرت في هذا العصر لا تجد لها أصلا في الشرع. الله المستعان. ومن هذه البيع أنت عادل كانش، يعني لا تكاد تعثر له على أصل. هل هو كراء وشراء؟ هل هو شراء؟ هو شراء وأنت تدفع أقساطا، وتلك الأقساط تحسب لك من المبلغ العام، أليس كذلك؟ نعم. وهناك شروط. المهم أريد أن أقول لك بأن الشيء الذي ذكرته لي لا يمكن تكييفه بأنه بيع سلم. بيع السلم وش معناه؟ بيع السلم هو أنني أعطيك الثمن مسبقا كله، وتحضر لي سلعة من على 6 أشهر ولا على عام ولا على أكثر من ذلك أو أقل. هذا يسمى بيع سلم، معنى أنا أعطيك الثمن والمثمن هو في ذمتك غير معين. العلماء متفقون، هناك إجماع على أن العقار لا يصح أن يكون سلما. لا يصح أن يكون بيع سلم. تعرف لماذا؟ لعلة عندهم، وهي أن بيع السلم غير معين. كاين بيع المعين، يقول لك بيع لي هذا التليفون ذاته. فرق بين نقول لك بيع لي هذا التليفون ذاته، هذا الهاتف ذاته، وبين نقول لك بيع لي هاتف مفتوح. هذا كيكون فيه السلم، وهذا لا، هذا بيع الغايب ولا الحاضر، يكون حاضر التليفون ولا يكون غايب ويصفح لي. بيع العقار اللي هو الأرض والبناء هذا لا يصح أن يكون سلما. لكن المثال اللي ذكرته لي هذا ماهوش سلم تاع البروموتير تاع موقع العقار، ماهوش سلم. هذا يدخل في باب الاستصناع. الاستصناع بمعنى أن نقول لك صنع لي حاجة. نعم. صنع لي خزنة، صنع لي صباط كما كانوا بكري يشرطوا. فهمت كيف؟ ابني لي دار. هذا يسمى الاستصناع، وهذا عند بعض العلماء جائز، فينبغي أن يرجع إلى الشروط التي ذكرها العلماء فيه. وهذا الذي ذكرته لي مهم جدا. لماذا مهم؟ لأنني عندما أشتري منه هذا المسكن أعرف ساعته، أعرف كم غرفة فيه، أعرف موقعه، فتنتفي منه الجهالة، فيظهر والله أعلم أن هذا يدخل في باب الاستصناع، وهو على كل حال مما يسوغ العمل به، لكن تفاصيله ليس هذا. نعم. مما يسوغ ويجوز نعم. العمل به. يجوز تاع لي بروموتير البيع على التصاميم. يجوز التصاميم علاه؟ ذوك لو كان يقول له غير أنا غادي نبيع لك سكنة، التصاميم في الحقيقة تقلل من الجهالة، بل تنتفي معها الجهالة. تمام. يقولوا غادي نبني لك سكنة، ها هي ذي مساحتها، ها هو موقع الحمام، عدد الغرف، ها الدخلة. الشيخ دروك راهم يصوروها حتى طروادي، يعني تتفرج عليها يعني بثلث طروادي فيديو هكا يدور لك في السكنة كاع كي غادي يبنيها لك. هذا الحمد لله، هذا ربي ما أعطاه لنا باه يعني تنتفي الجهالة. الموقع معروف، المساحة معروفة، عدد الغرف، الأبواب إلى آخره. بقات قضايا أخرى ربما باش يبنى، الناس راهم متواطئون على أنه يبنى عناصر جاهزة ولا عناصر عادية معروف. تمام. نعاودوا نرجعوا للعدل اللي الشيخ حليت لي فيها الموضوع. أيوه. تاع عدل الشيخ سما الصياغة تاعها غير جائزة، لم تجد لها أصلا. الصياغة ذاك اسمح لي احنا. ما هي بيع، هي مثلا هي سلم، ما هي سلم. ماهيش سلم.
هي مثلا كراء منتهي بالتمليك، العلماء عندهم يجوزوه، لأن هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صفقتين في صفقة. قالوا بأنه إذا انفصل العقدان، هذا عقد الكراء وهذا عقد الشراء، بس احنا رانا نقولوا بما أن الشراء هذا اختياري نقولوا لا بأس، ومن ذا الذي سينكر الشراء؟ لكن التفاصيل اللي موجودة فيه في عدل، ولا سيما في المدة الأخيرة أصبح الجهالة في الثمن نفسه، فأنت توقع على ثمن ويقال لك بأن هذا الثمن قابل للزيادة، وهذا يجعل الثمن غير معروف. والعلماء متفقون على أن ثمن الشيء إذا كان مجهولا هذا أحد أركان البيع، فإذا جهل الثمن لا يعقل، تمام، لا يصح البيع. فعدل فيها كلام كثير مع الأسف الشديد. وتكييف هذا العمل الذي تقوم به هذه الهيئة لا تكاد تعثر له على أصل، مهما أرجعته إلى أصل من البيوع التي عرفها المسلمون وقالوا بجوازها فهو مركب ومعقد ويكتنفه كثير من الغموض. وفي المدة الأخيرة ازداد فيه غموض آخر، وهو أن الثمن غير محدد والأجل غير محدد، كاللي راه في 10 سنين قرع حول الأجل غير محدد. تمام. متى أستلم هذا المسكن؟ خير إن شاء الله. في أي حي؟ ربما شخص يسكن في معسكر يقال له اسكن في محمدية، كيف؟ لا يعرف الموضع هذا، إن كان مثلا جبلا أو طاء، كل هذه عندها تأثير كثير في ثمن الشيء. فكيف يسوى بين هذا الذي يسكن في جبل وهذا الذي يسكن في موضع آخر؟ البيع مبني على البيان وعلى الوضوح. تمام، ممتاز. إذن هذه فيها خلل كبير وشك كثير. تمام، بارك الله فيك شيخنا.